الحكاية فيها لاعب كبرت وعرفت كورة وانا اتفرج عليه. لاعب الكل اجمع على حبه، خصومه قبل اصحابه. لاعب مجرد النظر ليه يبسطك. لاعب قال عنه عصام الحضري انه اتمنى لو انه سجل في مرماه لان ده هيتضاف لتاريخ عصام الحضري. لاعب قال عنه محمد بركات انه احسن لاعب زمله في تاريخه كله. لاعب قال عنه عماد متعب انه كان بينزل كل ماتش عارف ان هو هيروح بانفرادين وتلاتة لان اللاعب ده بيلعب تحته. قال عنه محمد صلاح انه افضل لاعب على مر كل العصور وان هو كان قدوته. لاعبنا النهارده اتخرج من كلية آداب قسم تاريخ وما كانش يعرف انه بعد 20 سنة هيبقى هو تاريخ كرة القدم في مصر جوه الملعب ومواقفه بره الملعب. لاعبنا النهارده محمد ابو تريكة. يلا بينا نشوف الحكاية فيها ايه. هنا انتهت القصة. انتهت قصة جميلة وعظيمة جدا، القصة التي لا يتمناها أن تنتهي أحد. قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام ومشيت بي ومشيت، ثم تركتني كالطفل يبكي في الزحام. إن كنت يا ملح المدامع بعتني، فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام، أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام. قرية ناهية في الجيزة يوم 7 نوفمبر سنة 78. ميلاد محمد أبو تريكة. حاجة عادية جدا بس اللي هو عمله بعد كده يخلي اليوم ده كان تاريخي. محمد في صغره اشتغل عامل باليومية في مصنع طوب، ودي من الحاجات اللي ساهمت في تكوينه القوي ولياقته البدنية. أبو تريكة زيه زينا كلنا بدأ رحلته من الشارع من صغره. لما كان 7 سنين كان بيلعب مع أصحابه وبيشارك في الدورات الرمضانية، وكان في انبهار من صحابه بمستواه، وعشان كده أبو تريكة عرف طريقه لمراكز الشباب والأندية وابتدى رحلته في ناهية. ولما وصل سنه ل 17 سنة قرر إنه عايز بقى خلاص يسيب ناهية ويروح فريق أكبر، وعشان كده بدأ مشواره مع الترسانة في نفس السنة. ويبدأ أبو تريكة مشواره التاريخي مع الكرة المصرية عن طريق مستواه الرائع ساعتها مع الترسانة، وفي خلال 52 مباراة قدر إن هو يسجل 26 هدف. قدروا ان هم يساهموا في بقاء نادي الترسانة في سنين ابو تريكة كله معاهم، وان هم يفضلوا في الدوري الدرجه الاولى. مع تالقه مع الترسانة انضم للمنتخب الاولمبي وخطف الانظار اكتر واكتر، وحاول الزمالك ضمه بس كانت الرغبه الاولى طبعا لابو تريكة ورفض ده نظرا لانه قدوته من وهو صغير كابتن محمود الخطيب، عشان كده كان صعب يروح الزمالك. وقدر الاهلي ساعتها ان هو يخلص في اللاعب وانضم الماجيكو للاهلي اواخر عام 2003 2004، وقدر ان هو يخطف قلوب كل الاهلاويه معاه من اول مشاركه ليه مع الاهلي في كاس مصر ضد نادي طنطا، ومش بجون واحد دول بجونين. وطبعا من عجائب الكرة بتاعتنا ومن سخرية القدر ان اول ماتش لابو تريكة بقميص نادي الاهلي في الدوري هو كان ضد فريق الترسانة، وما اكتفاش بكده هو سجل هدف كمان قصاد الترسانة. وكمان في اول ماتش ليه قصاد الزمالك قدر ان هو يسجل هدف عشان يدخل قلوب الاهلاويه اكتر واكتر في ماتش الاهلي خسره صحيح، بس كسب بدايه ولا اروع للاعب هيبقى هو نجم الجيل ونجم الاهلي في المستقبل. والكلام هنا من خلال ان ابو تريكة قدر ان هو في 26 ماتش يسجل 11 جون في اول موسم ليه مع الاهلي، عشان يبدا موسم 2004 2005 اللي كان بدايه الطفره والجيل الذهبي للاهلي بقياده طبعا امير القلوب ابو تريكة والاب الروحي ليه مانويل جوزيه. بدأ موسم 2004 2005 وقررت الإدارة إن هي تدعم الفريق بصفقات قوية جدا جدا تحت إيد المدرب اللي رجع تاني مانويل جوزيه. والصفقات كانت محمد بركات وعماد النحاس وإسلام الشاطر. ومش بس كده، هم كمان صعدوا عماد متعب من الناشئين عشان بقيادة الماجيك ويقدر الأهلي إن هو يفوز بدوري اللا هزيمة وكأس مصر وبطولة أفريقيا. واكتسح الأهلي الأخضر واليابس وقدر إن هو يكسب بطولة أفريقيا قصاد النجم الساحلي. والجون ده كان وراه التعليق الشهير لمدحت شلبي: الله عليك يا حبيب والديه، الله الله الله، شعللها شعلل ولعها ولع. غير كده ابو تريكة بقى الموسم ده قدر ان هو يسجل في الزمالك ذهاب وعودة كل ماتش فيهم جونين، عشان دي تبقى من نوادر ماتشات القمة ان لاعب يقدر يسجل في الذهاب والعودة في الماتشين 4 تجوان. وكمان عشان يبقى ابو تريكة في 3 ماتشات قصاد الزمالك من ساعة ما جه الاهلي سجل 5 اهداف. ابو تريكة اجمالا الموسم ده سجل 12 جون وفاز مع الاهلي بالثلاثية. الموسم ده ما كانش افضل مواسم ابو تريكة، بس الموسم ده كان موسم تحقيق الثلاثية ودوري اللا هزيمة. بدأ بقى موسم 2005 2006 اللي كان موسم اسطوري للاعب مصري عموما بقى في تاريخ الكرة المصرية سواء فرديا او جماعيا. بدأ ابو تريكة الموسم ده ان هو كسب مع الاهلي السوبر ضد انبي. سجل ابو تريكة اجمالا في الموسم ده 27 جون ما بين الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا، وخد هداف الدوري برصيد 18 هدف، وفاز مع الاهلي بافريقيا للسنه الثانيه على التوالي.
وكمان كان هداف بطولة افريقيا برضه، وسجل هدفه السادس على الزمالك في 4 ماتشات. بس للاسف الموسم ما كانش بالحلاوة اللي كلنا فاكرينه ده، لان يوم 31/8/2006 توفى مدافع الاهلي محمد عبد الوهاب، اللاعب الخلوق اللي كان صاحب ابو تريكة المقرب، اللي بسبب الموضوع ده دخل محمد ابو تريكة في حالة نفسية صعبة جدا جدا، سواء مع المنتخب او مع الاهلي. واول ماتش لابو تريكة بعد الوفاة كان مع المنتخب، وما نسيش ابو تريكة ساعتها صاحبه من الفوز ده. غير كده بعد شهرين كان ماتش ذهاب نهائي افريقيا قصاد الصفاقسي، وسجل ابو تريكة الهدف الاول في مصر واهداه لمحمد عبد الوهاب برضه، والماتش ده خلص تعادل ساعتها 1-1. لعيبه الصفاقسي بجماهيره كانوا مبسوطين جدا بالنتيجه دي، لانها نتيجه ايجابيه تعتبر من مصر، وعشان هم في تونس هيكفيهم التعادل السلبي بس. وفعلا في ماتش العوده الماتش وصل للنتيجه دي لحد الدقيقه 90، لحد ما شادي محمد قرر يرفع كره طويله لمتعب، ومتعب زحلقها بدماغه لفلافيو، وفلافيو زحلقها بدماغه لابو تريكة عشان يخش ابو تريكة في الجون الشهير طبعا بشماله، اللي لو اتكرر 100 مره مش هيخش 99 مره. هو كان نصيبنا ان هو يخش في المره دي ويسجل الهدف الاغلى والاعظم في تاريخ الاهلي ساعتها. واللي فيكم بقى ما كانش يعرف، جماهير الصفاقسي في الماتش ده الدخله بتاعتهم او التيفو بتاعهم كان لابو تريكة وهو راكع وبيرفع ليهم الكاس، ومن سخرية القدر ان ابو تريكة هو اللي سجل فيهم الجون في اخر ثانية في ارضهم وسط جماهيرهم وسط لاعيبتهم كلهم، وخلى اللعيبة بالجماهير كلها تعيط في الاستاد، وانقلب السحر على الساحر باقدام امير القلوب. وتوج الاهلي ساعتها بالاميره السمراء باقدام ابو تريكة، اللي ما اكتفاش بده وراح كاس العالم للانديه، عمل تاريخ عظيم لنفسه فرديا على مستوى البطوله وجماعيا مع الاهلي، ان هو الاول مره في تاريخ الاهلي وفي تاريخ مصر وفي تاريخ افريقيا فريق يقدر ان هو يحقق البرونزيه او يحقق ميداليه عموما. وطبعا سجل هدفه الشهير الفاول اللي كان في مرمى اوتشوا، وتعليق الشوالي الجميل يا ابو تريكة ريحت على الاريكه، عشان يختم ابو تريكة الموسم وهو هداف كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا، الدوري باجمالي اهداف 30 جول، واختمها كان مسك بجائزه احسن لاعب في افريقيا داخل القاره وبرونزيه كاس العالم للانديه. وخلص الموسم ده الموسم اللي كان موسم عظيم جدا على المستوى الفردي والجماعي للاهلي ولابو تريكة، عشان يبدا موسم 2006-2007. في بدايه الموسم ده ابو تريكة اتصاب والحظ عنده لفترات طويله، وابرز احداث الموسم ده كان طبعا نهائي كاس مصر 4-3، والجون الثاني اللي جابه ابو تريكة في الدقيقه 87 تقريبا اللي رجع بيه الاهلي للماتش عشان يسجل الهدف السابع ليه في الزمالك ويتوج بالكاس والدوري. بس للاسف بيتحرم الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي. وقدر ابو تريكة الموسم ده ان هو يسجل 4 تجوان في الكاس و7 تجوان في الدوري، 4 في افريقيا، باجمالي مساهمات 15 هدف. وبيرجع الاهلي افريقيا ويكسب الاميره السمراء بعد فوزه على القطن الكاميروني 4-2، ويسجل ابو تريكة في الموسم ده 7 اهداف في الدوري و3 في دوري ابطال افريقيا. ومن بعد السنه دي بقى بيستمر الاهلي في حصد بطوله الدوري، بس للاسف بيبعد كتير قوي عن بطوله دوري ابطال افريقيا. في الحلقه الجايه بقى هنعرف قصه ابو تريكة مع المنتخب في 2006 و2008، وطبعا ضربه الجزاء الشهيره اللي كان داخل وما يعرفش ان هي ضربه الجزاء الحاسمه، وقصه الرقم 22 وجه ازاي. كل الكلام ده في الحلقه الثانيه او في الجزء الثاني من قصه ابو تريكة ومن قصه الحكايه فيها ايه. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، وما تتفرجوش، وتجروا، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.